مرحبا، اليوم نعمل وافل قش البلبل وتابعونا. اوكي. لتحضير حشوة اللحمة أول خطوة بنعملها نمكش عنا اللحمة وتضل على حجم القرص. بحط بمقلاية كوب حليب وبتركه على النار لحتى يسخن. هلأ بعد ما غلي الحليب عنا بضيف فوقن معلقتين سميد وبصير بحرك بسرعة لحتى يتقل عنا المزيج. بنضل نحرك فيه لحد ما حبة سميد تتشرب عنا الحليب. هلأ بس يوصلوا لهي الدرجة بطفي تحتهم وبتركهم يبردوا. هاي الدرجة اللي بدنا اياها. هلأ بتركهم ليبردوا عنا كتير منيح، بعدين بكمل باقي الطريقة. في عندي هون حبتين بصل حجم وسط، هلأ بطحنهم بالمكسر. هلأ بضيف فوقهم السبيد بعد ما برد، بنطحنه مع البصلة مشان إذا فيه شوية تكتلات يطلع عنا ناعم وكريمي. بضيف فوقهم معلقة صغيرة ملح، بهار ربع معلقة صغيرة، فلفل أسود كمان ربع معلقة صغيرة، هيل رشة صغيرة، زنجبيل باودر كمان رشة صغيرة. في عنا جوز الطيب اختياري رشة صغيرة كتير، وربع معلقة صغيرة بابريكا. وهلأ بطحنهم كلهم مع بعض. هاد هو قوامهم بعد الطحن. كمية اللحمة عنا بين 400 و 500 جرام يلي حطيتها. حط فوقها هلأ الخليط اللي عملته، وبضيف معلقتين طحينة ومعلقتين كمان دبس الرمان ومعلقتين لبن. بقلبهم كتير منيح لنحصل على قوام متجانس. نوصل لهذا القوام عنا. هذا هو القوام المطلوب عنا للحمة. في عندي هون عجينة باف باستري جاهزة. هلا رح ساوي فيها عش البلبل. هلا انا رح قصها على شكل دوائر. شو ماما؟ هلا هذا القسم الزائد من العجين عنا بجمعهم على جنب، واخر شي بعجنهم وبرجع بفردهم بالشوبك وبرجع بحشيهم. واحد اثنين هي العجينة اللي زادت عنا بعد التقطيع. هلا بعجنها بهذا الشكل وبفردها. هلا ببلش احشيهم باللحمة. زينا نوع المكسرات متوفر عنا.
وهي عش البلبل بعد ما شكلتهم وخلصتهم. هلأ بدخلهم على الفرن الساخن على درجة حرارة 200 لل220 بالرف الوسط من فوق ومن تحت. هاي الصينية بعد ما شويتها طلعتها من الفرن. وهي عش البلبل بعد ما خلص عنا وزينته بهذا الشكل. وهي من الأسفل أخذت هذا اللون الحلو. حطينا الحليب والسميد لحتى تضل عنا متماسكة بهذا الشكل وما تكش عنا اللحمة وما بتظهر طعمتها بالوصفة. أنت شطوتي لايكات مشكلة، صاروا شلاف كتير كتير.